يا هلا يا هلا. هاي الحلقة رح تكون عبارة عن برنامج يومين رائعين جدا في اسطنبول، كانوا ضمن برنامج رحلة نسائية. حياكم الله. يا صباح الخير والفل والياسمين، صباحكم بركة وسعادة إلها أول ما إلها آخر. الله يديم علينا وعليكم النعم، اللهم صيبا نافعة. اليوم مطر والجو صراحة رهيب رائع. هاي الحديقة تاعت الفندق اللي احنا ساكنين فيه، أو الشقق الفندقية بالأحرى، شقق فندقية موفنبيك ليفينج تشاملي وادي. المكان روعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا أول مشوار لليوم، تركسل بلاتينيوم بارك، ببعد عن الأوتيل تقريبا 10 دقائق، قريب منه كتير. نفس اللي رحنا أفطرنا فيه أنا وأبو معن هذيك اليوم. إحنا قعدنا بالقعدة الخارجية، الجو حلو بارد شوي، حنقول لهم يشغلونا التدفئة هلا، بس أفرجيكم إيش فيه. هون اللي قبالنا القعدة الداخلية، وإحنا قاعدين بالقعدة الخارجية. يجوا المشاركات بدهم يروحوا للطريق هذاك منعوهم لأنه عم بيشتغلوا بالطريق. في ركوب خيل وفي كمان زي سفاري. شربنا فنجان قهوة رائع هالقعدة، وبعدين قلت أجي أفرجيكم القعدة الداخلية. القعدة الداخلية كثير مرتبة وأنيقة، بس إحنا كنا جايين بكير كثير عشان عندنا كثير مشاوير صراحة اليوم، فما في ناس لسه، بس عادة بتكون فل، وبالويك إند لازم تحجزوا أصلا. خلصنا من تركسل بلاتينيوم بارك وجينا على مول استينيا بارك. مول استينيا بارك كمان قريب كتير على الشقق الفندقية اللي ساكنين فيها، اللي هي موفنبيك ليفينج تشاملي وادي. حتلاقوا فيه العديد من البراندات العالمية الفخمة الغالية الثمينة، وحتلاقوا كمان في العديد من البراندات التركية المتوسطة السعر. بنفس الوقت حتلاقوا كتير من المطاعم، الكافيهات والحركات اللذيذة كتير. طبعا أغلبكم بيعرف إنه مطعم جونايدن ستيك هاوس، تفاجأنا هون إنه صار عنده فرع للفاست فود. تقدروا تختاروا اللي بدكم إياه. في عندهم شاورما، إحنا ما جربنا الشاورما، أنا مش من عشاق الشاورما التركية عموما. أخذنا عدة أصناف، تقدروا تختاروا بدكم إياه أنتوا. طبعا هون الشباب قاعدين بيخبزوا باللحمة جون، اللي هي اللحمة بعجين. الحقيقة كانت رائعة جدا جدا. إحنا أخذنا البتنجان المحشي، أخذنا اللحمة بعجين، وأخذنا الكفتة، وكان كله ممتاز. وإحنا طالعين من المول شوفوا إيش لقيت، نفس السيارات على تاكسي، صراحة ممتازة الفكرة. ودايما بقولكم يا جماعة، إذا احتجتوا تركبوا تاكسي ما تاخذوا التاكسي اللي ما عليه زي هناك مثلا ما عليه أي إشارة غير الاسم غير الأرقام والأحرف، لا، دايما خذوا اللي عليه شعار، دايما شعار مول، شعار مطار. سامعين صوت العصافير؟ ليه اجينا على هاي الحديقة؟ لأنه هاي الحديقة معروفة بورد الساكورا الياباني، عشان هيك أصلا نسميها الحديقة اليابانية. وورد الساكورا بس بيطلع من مارش لماي، يعني من شهر 3 لشهر 5. لو تشموا ريحة المكان رائعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا هذا هو ورد الساكورا. طبعا هون بتلاقوا العائلات والأطفال كتير مرتاحين، لأنه الحديقة منبسطة، فمستمتعين بالجمال. ما في يعني اللي معاه كبار سن أو معاه أطفال بعربيات أو كرسي متحرك، سهل الحركة بالحديقة هاي كتير. وبنفس الوقت هي قريبة على حديقة إمرجان وقريبة على مول استينيا بارك، فإحنا قراب نفس المنطقة. لازم نفرجكم إياها، الورد كان بعقد ما شاء الله. معلومة أخيرة أحكي لكم عن الحديقة ترى صغيرونة وما فيها خدمات، بس تستحق الزيارة. مشوار قبل الأخير لليوم من ساحل بيبك، حناخد يخت جميل جدا، يخت خاص إلنا لحالنا. ما شاء الله صار السمكات. هيو وصل اليخت تاعنا.
الله يسعدهم الشباب تعون اليخت، استقبلونا بالشموع والحركات اللذيذة، وحطوا لنا درج عشان يكون سهل للستات المشتركات في الرحلة النسائية يطلعوا على اليخت بسهولة. استغرقت الرحلة تقريبا ساعة، احنا كنا حاجزينها ساعة ونص بس لأنه طلبنا منه ينزلنا في موقع آخر. ضيفونا شاي وقهوة، احنا ضيفنا الصبايا فستق كتير زاكي من عند أوباما، والرحلة كانت فعلا ممتعة جدا بالبوسفور، كتير كانت الجولة جدا جميلة. هلا اللي حتشوفوه قدامكم هو برج البنت. هذا هو برج البنت، الحمد لله تم افتتاحه مؤخرا، وما للأسف ما ضل معنا وقت نزوره، بس المرة القادمة إن شاء الله بنزوره. اللي شايفينها قدامكم كروز. الكروز هاي عادة بيطلعوا من غلطة بورت، وعشان هيك احنا قلنا للكابتن لو سمحت ما ترجعنا على بيبك، احنا بدنا ننزل وين؟ بغلطة بورت. نزلونا بغلطة بورت ودعونا، شكرا كتير لهم، كتير استمتعنا وانبسطنا معهم. كانوا كتير محترمين الشباب حقيقة كتير. شكرا لشركة رحال صراحة، هم اللي يعني نظموا كل إشي. هون غلطة بورت وصلنا، تقدروا تقولوا عنه مول مفتوح على البحر مباشرة. حتلاقوا فيه أحلى المحلات للديزاينرز الأتراك الكشخة، يعني مش أي حدا حقيقة. كل المحلات اللي فيه كشخة. الإشي الوحيد اللي شفته يعني مش واو ماركس اند سبنسر، أو مش واو يعني متعودين عليه ماركس اند سبنسر. عادة الساحل ما بيكون مفتوح هالقد، دائما بيكون مسكر لأنه الكروزز بتكون واقفة، فلما الكروزز تكون واقفة بيسكروا علينا، يعني ما بنشوف البحر هيك حلو. فالحمد لله الكروز صافة بعيدة فانبسطنا كتير بالتمشاية، كانت تمشاية كتير حلوة، انبسطنا كتير حقيقة، وكان مشوار جدا جميل. بنصح الكل يزور غلطة بورت. انتوا فكركم انه خلص الفيديو؟ لا ما خلصت هاي الحلقة، استنوا شوي، هلا رح انزلكم كمان برنامج الحلقة الثانية اللي هو اليوم الثاني، بس بنفس هاي الحلقة هتشوفوا اشياء كتير حلوة، خليكم معنا. يا صباح الخير، أول مشوار لليوم زي ما قلت لكم إيميلينو. المشاركات طبعا جزء راح السوق المصري وعلى ياني جامع، جزء راح على محمود باشا. حلو لذيذ هون جميل، حتى لو ما اشتريت شيء تمشي هون حلو. بتمشى لقيت محل بهارات، هذا عنده بندورة مجففة، سايد لبس الفليفل حلو. لما يكون تطلة مكتوب كلمة تطلة يعني حلو، لما يكون مكتوب كلمة AJ هاي ACI يعني حار بحرق. نفس الشارع في بوابة ثانية للسوق المصري، كل شيء بدكم بتلاقوه هون، حلقوم، بهارات، زيوت، مسابح، تذكارات، سوفونيرات، كله. لما تطلعوا من السوق المصري خلفه تماما في كمان سوق تاني، يعني الأسواق هون على فكرة كلها متداخلة ببعض. طيب هذا المحل اشتريت من عنده المرة الماضية فناجين قهوة سادة هدول، وندمت اني ما اخذتش الاستكانات فجاي اخذهم. اللي خلف السوق المصري اسمه سوق محمود باشا، بس هو افضل طريقة للوصول له مش من عند السوق المصري، من الجراند بازار، يعني تدخلوا من الجراند بازار وتنزلوا نزول عشان تاخذوا راحتكم بالتمشي والتسوق. نفس الممر اللي فيه اوباما في بيت هان. بيت هان هذا زي ما نقول متحف للشاي، لما مو مؤخرا، وشوفوا حاطين بيفور وافتر كيف كان وكيف صار. زي ما تقولوا كافيهات شاي وقهوة، لذيذ حلو المكان والله. في محلات هون لأغراض هدايا عيد الميلاد وللمواليد اللي بتحب تعمل هي بالبيت، حركات صراحة. دايما اعطوا السواق تقريبا نص ساعة قبل ما تكونوا انتم جاهزين، يعني مثلا لو انتم بدكم تكونوا جاهزين الساعة 12 قولوا له قبل بنص ساعة انه الساعة 12 تعال هون. وجهتنا الآن إلى مسجد السليمانية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. متوضئ الرجال برا، هلا انا ولا مره حصل اني شفت متوضئ ستات، بس في هلا شفت علامه انه في تواليت. احنا شو عملنا؟ توضينا قبل ما نيجي صراحه، قلنا احسن على المضمون.
الحمد لله رب العالمين. أول إشي صلينا ونكمل جولتنا بعدها. مسجد السلطان سليمان القانوني هو طبعا، هو مسجد السليمانية اسمه، وأعتقد حسب معلوماتي إنه اللي بناه مين؟ معمار سنان. والمنطقة هون مش بس مسجد ومدرسة ومكتب، مكتبة قصدي. هذا المحراب طبعا. ما شاء الله. طبعا ألف تحية لفلسطين. الله يخليك ويسعدك. أحباب قلبي والله، وإحنا نحبكم جدا جدا أهل الجزائر. محلات الفاصوليا كلهم اسمهم علي بابا، أغلبهم بيقدموا نفس الشيء. أهم شيء الفاصوليا البيضاء، وهذا بيقدم كمان كباب، بيقدم أشياء أخرى، بس هو أهم شيء عندهم الفاصوليا البيضاء. هون بفرجيكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هاي الفاصوليا البيضاء، ترى الفاصوليا البيضاء تاعتهم غير عنا تاعتنا اللي بنستخدمها كثير، تاعتهم زاكية. بوني كفتك؟ لحم بطاطا. لحم بطاطا. هاي ايش؟ برغل. ايوه، هي شرب. هذا سياح. يا ويلي على الفاصوليا وشكل الفاصوليا، يا ويلي. من عيران لازم طبعا. ترى يا جماعه انتبهوا، هذا الفلفل الصغير مولع نار، يعني ديروا بالكم لما تاكلوا كثير بحلو. وهذا الفلفل لكل يعني تعرفين، بس من غير ما احكي لكم شو صار معنا يا حبايبي يا حلوين. نزلنا السواق المسجد السليمانية، صلينا وانبسطنا ورحنا تغدينا عند علي بابا فاصوليا وهيصنا. والا بيتصل بقول الطرق زحمه جدا جدا، اذا وصلت لكم مش حنعرف نطلع من المنطقه. ايش احسن طريقه كانت؟ انه نطلع بالترام لوين؟ لاي محطه شوي ابعد من المنطقه السياحيه. وهذا ما حصل فعلا. مشينا مشي شوي، تعبنا طلوع شوي ونزول شوي لحد ما وصلنا لمحطة ترام لاليلي. ومن هناك أخذنا الترام إحنا والمشاركات الجميلات الشابات الصبايا الحلوين طلعنا بالترام لمحطة كبتاش. هلا حكينا معهم حيجي ياخذنا من هون ونذهب إلى مشوار جديد جميل إن شاء الله. عارفين أغنية زحمة يا دنيا زحمة؟ لا مش معقول اسطنبول كيف صايرة، مش معقول الزحمة. إحنا نص الوقت عم بروح بالزحمة، ومهما حاولتوا برضه حتحوشكم الزحمة. جينا هلا على أولكر شوب. ليه؟ عشان الصبايا بدهم كذا شغلة من هون، ومن بينها حلوى المستكة. في عند أوباما، بس أوباما بصراحة أغلى شويتين. أنا عم بصور لكم جوديفا بالأول لأنه عشان أقول لكم إنه جوديفا هي نفس الشركة تاعت أولكر، يعني المصنع هون، فعشان هيك هم بيعرضوا أشياء جوديفا هون. وهي التوفي اللي عندهم، هذا اللي بالمستكة. هذا الكيس فيه 350 جرام، سعره تقريبا 39 ليرة، يعني تقريبا 7 درهم إماراتي، 7 ريال، نص دينار كويتي، تقريبا دينار ونص أردني، يعني هيك شيء. هلا منتجات أولكر ما شاء الله يعني شركة كتير 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 كبيرة. احنا عندنا في الأردن كتير من المنتجات موجودة عندنا، فأنا ما باخذ إلا الأشياء اللي مش موجودة، مع إنه توفرت في بعض الوقت بعدين بطلت. هبة إيش رأيك بالمحل؟ والله ماسكة نفسي بالقوة صراحة. المحل ما شاء الله كتير كبير وكل منتجاتهم موجودة. الآيس كريم موجود هون. اخذ هاي، شكلي حاخذها مع اني مش من عشاق الشوكولاته البيضاء، بس شكلها مغري صراحه. هاي البوظه اللي اخذتها يا جماعه دندرما، والله طيبه فعلا.
جينا على اسبريسو لاب روستري. احفظوه لما تكتبوا على جوجل ماب، اكتبوا اسبريسو لاب روستري. المكان هون يعج بالشباب والصبايا، عارفين؟ بتحسوا حالكم انه انتم لسه صغار وانه انتم لسه بالجامعة، قد ما هو لذيذ المكان، واسع وشرح جدا جدا. بس مشكلته الكبيرة انه مزدحم، يعني هلا يعتبر لسه مش مزدحم مقارنة بأيام أخرى، بيكون كتير زحمة. شوفوا الصبايا عم يستنوا عن ياخذوا دورهم، لسه كمان هذا ولا إشي. اسبريسو لاب ايش بتلاقوا؟ الكيكات، الجاتوهات، الحلويات، الكرواسو، الدونتس، طبعا القهوة المختصة، الكابتشينو، كل أنواع القهوة. حقيقة المكان جدا جميل، جدا مريح، كتير زاكي، كل إشي زاكي. بس إحنا إيش عملنا؟ إحنا بس شربنا قهوة وتحلينا حلا خفيف بس على السريع السريع، لأنه في ورانا تحلاية تانية لسه كتير زاكية. لو تشوفوا وين حنروح هلا. الشباب على فكرة أحلى ما فيهم بيشتغلوا قدامنا بالمطبخ، فكتير حلو. أنا كتير بحب المطبخ المفتوح، والقعدة جدا رايقة ولذيذة ومريحة. مش رايقة يعني، بس يعني عجقة الشباب والصبايا لذيذة. وبما إنه إحنا بنفس المنطقة، زيتون بورنو وبكر كويم هم كتير قرب على بعض، جينا على هاتاي كنافة. أهل هاتاي قبل ما يحطوا لكم الحلو بحطوا أول شيء الفواكه والحليب. حقيقة كان كل شيء زاكي. حاطين لنا إيش؟ بنك. تخيلوا بنك تاعنا وإحنا صغار بالكويت، تتذكروه؟ هاي ذرة طلعت منشفة على الشمس، وهذا البنك. لا استنوا، هاي إضامة. استنوا أفرجيكم البنك. هذا البنك بس أنشف من البنك اللي إحنا بنعرفه وكتير زاكي. والبنك هاد بيعملوا منه هاي القهوة. طبعا ما قدرت أقاوم واشتريت منه. كتير زاكي، ذكرني بأيام الطفولة بالكويت. إيش رأيكم على الكتمر؟ لذيذ جدا. إيش رأيكم على الكنافة؟ خطيرة جدا. جزء منها حتى طلب بالعسل، مش بالقطر أو الشيرة، بالعسل. هذا كتمر بس بطريقة مختلفة كمان. يعني جننونا. كل إشي كان أذكى من التاني، كل شيء كان أذكى من التاني. كتير كان الأكل أو الحلويات طيبة فعلا ومميزة للغاية. يا سلام، راحت على اللي ما اجى معنا. ايه الله عن جد شيء. الله يا سلام. شي ناهي صراحة شيء واو.